السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام محروس، ودي قناتي قناة قراءة أسرار وحاجات. النهاردة يا جماعة هكلمكم على مسلسل مذكرات زوج. مسلسل مذكرات زوج تأليف أحمد بهجت هيتم تحديثه حديثا في رمضان ده إن شاء الله، عن طريق الكاتب السيناريو محمد سليمان عبد الملك. محمد سليمان عبد الملك وهو روائي طبيب، سبق له كتب روايات الناشئين من سلسلة روايات مصرية للجيل، زي مثلا مكتب 17، وعمل سلسلة روايات سين. وبعد كده اتكلم على كتابة، بدأ في كتابة سيناريو الأعمال الفنية. في اللي نجح فيه وفي اللي لم يحالفه الحظ. من أعماله الفنية دي كانت أكشن اسمه مؤقت سنة 2013، مسلسل أولاد الليل 2007 تامر وشوقية تيمة كوميدي شد أجزاء أكشن. من المسلسلات اللي أعاد تحديثها كان وعمل كتابة سيناريو ليها مسلسل كان تأليف أسامة أنور عكاشة، وكان مسلسل إذاعي ساعتها أسامة أنور عكاشة عمله اسمه راجعين يا هوا. لكن لما أعاد كتابة السيناريو وتحديثه وقدمه كان بطولة خالد النبوي ومجموعة من الممثلين. لكن مسلسل مذكرات زوج نفسه ده اتقدم سنة 1990، اللي ألفه أحمد بهجت عن مذكرات شخصية ليه، وأحمد بهجت من الكتاب الساخرين. الكتاب قدمه أساسا في دار المعارف، وكان نزل في الجرايد، وواضح ان مرات احمد بهجت مش بتقرا جرايد، فبدا يقدمها مسلسله في الجرايد. ثم بعد كده اتقدم عن سلسله اقرا في دار المعارف. ثم بعد كده تم اعاده طبعه في دار الشروق بمقدمه بديعه للكاتب والمفكر لويس عوض. المسلسل اللي هو سنة 1990 كان مذكرات بطولة محمود ياسين وفردوس عبد الحميد وعبد الله فرغلي وحسن حسني ومنتصر بالله وحسن مصطفى، سيمون، نادية رفيق، عيشة الكيلاني والممثلة عهد، ويوسف داوود اللي هو الدكتور النفسي، وخالد محمود وعزة بهاء، وإخراج حسن بشير. أما النسخة الجديدة اللي عاملها محمد سليمان عبد الملك فهو بطولة طارق لطفي من 15 حلقة، معاه بيشاركوا بطولة خالد الصاوي، عيشة بن أحمد، المسرحية الكبيرة هناء الشرباجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، نهى عابدين، وإخراج تامر نادي. يا ترى بقى أنهي الفكرة اللي هتنجح؟ الفكرة المحدثة اللي عملها محمد سليمان عبد الملك، ولا الفكرة القديمة اللي كتب السيناريو بتاعها بنفسه احمد بهجت ونزلت كمسلسل لايف كوميدي مع محمود ياسين باسلوبه الجميل في المسلسل بتاعه؟ الله اعلم ايه اللي هيحصل. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.